لما تكون مش عارف تكسب في دور ال 32، تعالى وانا اعلمك تكسب ازاي. اقوال مقصوره لو نفتكرها. لما تكون مش عارف تكسب في دور ال 32 من مصرية للاتصالات يبقى تعالى اعلمك المكسب ازاي. الزمالك النهارده بيفوز على بلديه المحله، ماتش رخم، ماتش دمه تقيل. الزمالك عنده مشاكل كتير في الفرقه، لكن الحمد لله بفوز 1-0 بالهداف ناصر بمنسي. ذكرياتك مع ناصر منسي. يبقى انت خارج من ال 32 واللي يجي يكسب الزمالك في ال 32 ناصر منسي. فذكرياتك مش بخير. الزمالك كسب الحمد لله. صعود كان ممل وصعب، ماتش دمه تقيل. الساعة 2:30 احنا لسه في العصر الحجري. رجعوني الموسم 2001 2002، الماتشات اللي كانت بتتسقط يا لهوي. وفوز دمه تقيل. هنلاعب سيراميكا كليوباترا في دور ال 16، يعني طريقنا رخم من اوله. الحمد لله كسبنا. الاسطوره ناصر بمنسي عدانا بالماتش. انت بقى فين؟ انت بره، سنتين موقوف، والسنه الثالثه تخرج من ال 32 زيك زي فرق الدرجه الثانيه، واحنا ناصر بمنسي يعدينا. مش لاقي حاجه اقولها لك غير ان مبروك لينا. وفرحتك انت فرحتك ايه؟ حزنك انت فرحه ليا. ليه حزنك انت فرحه ليا؟ عشان انت فاسد، وعشان انت دمك تقيل، وعشان انت مش مظبوط. مبروك يا زمالك، مبروك الفوز الصعب، مبروك الصعود لل 32. الزمالك محتاج غربله يا جماعه. الزمالك محتاج غربله. وفي دور ال 16 انت لو لعبت سيراميكا هتبقى في صعوبه بشكل مش طبيعي. يناير داخل علينا، لو ما عملناش صفقات جامده الزمالك مش هيبقى بخير. الاهلي صارف مليارات ومش عارف يبقى بخير. ما بالك انت عندك مشاكل وعندك ايقاف قيد بالعبيط، وعندك لعيبه. بنتايج لسه فاسخ عقد، يعني بنتايج ده كان من الصفقات السوبر، كان من اللعيبه السوبر اللي جوه النادي، راح لحاله. انت اصلا يعني في عرض لعيب مش لعيب يعني. ربنا يسترها. الايام اللي جايه الزمالك لو ما عملش صفقات جامده جدا الزمالك مش هيبقى بخير. بس الحمد لله عدينا الدور اللي كان رخم ده، ويا رب اللي جاي خير. سلام.